السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية لدغة العقرب في المنام ولدغة العقرب في الحلم بتدل على ذهاب المال أو على مال لا يبقى، كما بتدل قرصة العقرب في الحلم على الضرر في العمل أو المنافسة الغير شريفة. ولدغة العقرب في الحلم من الرموز التي تدل على غدر الصديق أو القريب. رؤية العقرب يلدغ في الحلم بيدل على الغيبة والنميمة، ويصيب الرائي ضرر من عدو على قدر اللدغة وخطرها. أما رؤية عقارب كثيرة تلدغ في المنام بتدل على اتفاق الأعداء واجتماعهم على الضرر. والموت بلدغة العقرب في الحلم بيدل على الكيد والمكر والخديعة، وربما دلت قرصة العقرب القاتلة في المنام على السحر. أما العلاج من لدغة العقرب في الحلم تدل على الخروج من أزمة أو فتنة، أو النجاة من لدغة العقرب في الحلم بترمز للنجاة من الأعداء والحاسدين أو أصحاب الفتنة والشر. لدغة العقرب عموما أذى يصيب الرائي، فمن رأى أن العقرب يلدغ في يده دل ذلك على عين حاسد تصيبه بعمله. أما قرصة العقرب باليد في المنام ضرر لصاحب الحلم في مكان عمله أو سبب رزقه. أما رؤية لدغة العقرب في القدم أو الساق بتدل على أذى يصيب الرائي في دنياه، فيما بتدل رؤية لدغة العقرب في الصدر في المنام بيدل على الأذى الذي يصيب الرائي بسلامة صدره كالحقد أو الغل. ومن رأى أنه عقربا يلدغ في صدره في الحلم فهو قريب يحرضه على أهل بيته. حلم لدغة العقرب في الوجه بتدل على عداء ظاهر وضرر في الهيبة والسمعة. رؤية العقرب يمشي على الوجه في الحلم بيدل على عدو يطلق الشائعات وبيحاول الضرر بسمعة الرائي بين الناس. مرة أنه ينفض العقرب عن وجهه في الحلم دون أذى ينجو من كل ذلك بإذن الله. حلم لدغة العقرب في اللسان بيدل على السب والشتم، أما الذي يسبب الضرر. قرصة العقرب في الفم تدل على المزاحمة في الرزق وأسباب العيش. وقيل لدغة العقرب بالفم واللسان نذير للرائي إن كان يقول زور أو يشهد بالباطل. وقرصة العقرب في العين بتدل على الحسد والضغينة والبغضاء وما ينتج عنها. ومن رأى العقرب يقرصه بعينه في الحلم ربما زحمه أحد أقربه أو أصدقائه على أمر يريده ويسعى إليه. رؤية قتل العقرب في الحلم. يقول الشيخ النابلسي إن رؤية قتل العقرب في المنام بتعني الانتصار على الأعداء. يقتل العقرب في بيته في الحلم فهو ينجو من الحسد أو السحر. قتل العقارب في الحلم بيرمز لقطع العلاقات مع الأقارب الخبثاء. وقال ابن سيرين قتل العقرب في المنام بيدل على ذهاب المال وعودته أو تمكن الرائي من خصومه. رؤية العقرب الميت في الحلم بيدل على النجاة من الشر والخبث، وبترمز رؤية العقارب الصغيرة الميتة في المنام على فشل المكائد والخروج منها بسلام. رؤية العقرب في النار أو احتراق العقرب في المنام بيدل على هلاك عدو من أعداء الرائي. أما دهس العقرب في المنام وقتله بيدل على نسيان الهموم والأحزان. قتل العقرب بالشبشب أو الحذاء في المنام بيدل على استعادة الرائي لحق مسلوب أو مال ضائع. ده كان تفسيرنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.